غادي تطرح بيان سور، فبغيت نجاوب عليه مرة واحدة، وكنتمنى يعني نجاوب عليه غير مرة واحدة ونعمم هذا الجواب هذا لجميع الصحفيين. اوكي، انا غادي نجاوب على هذا السؤال وانس. هذه القصة قديمة، وسبب هذه الشوشرة هذه هي الحمد لله هو النجاح ديالي والشهرة ديالي، الحمد لله اللهم لك الحمد. يعني كبار النجوم طالتهم هذه الإشاعات الكثيرة، وعلى أي حال أنا أنفي كل اتهام وجه إلي، وعندي المحامي اللي مكلف بأموري القانونية متابع لهذا الموضوع، هذا لو كان قضية كما يدعون. وحنا كنستعدوا لجولة في أمريكا وفي كندا، وكنتمنى من كل الصحفيين الكرام إن شاء الله عدم التدخل أكثر في حياتي وأموري الشخصية، وشكرا. الصحافة المغربية هي اللي شجعتني، هي أول من شجعني، هي أول من وصلني نظرا للعمل والسفر وهذا الشيء. علاش ما بالعكس ما كنتجنبش الصحافة المغربية وما نكرش الخير ديال الصحافة المغربية نهائيا. بالنسبة للألبوم، قررت انه نصدر ألبوم بعد ما كنت كنقول فكرة ألبوم ما بغيتش نديرها، حيت فيها ضياع مجهود، وبما انه انا كنتج لراسي وباقي ما بغيتش نسني مع اي شركة انتاج، فهي اي حاجة كنديرها فهي من انتاجي المادي الخاص. فكنت كنقول انه ألبوم غادي يكلفني اكثر مجهود وغادي يكلفني ماديا اكثر، فقلت ندير ان سينجل هو الاول اللي غادي يخرج ان شاء الله من مورا رمضان. غادي ندير واحد ميني البوم في 2017 كيتضمن واحد 6 أو 7 ديال الاغاني، وان شاء الله غادي يكون فيه تقريبا 4 أو 5 ديال الاغاني بالدارجه المغربيه، وجوج اغاني واحد اخرين غادي ناخذ التجربه ديال انه نغني باللهجه المصريه، ولكن كتقول انه مغربي اللي كيغني هذه الاغنيه هذه واخا هي باللهجه المصريه. يكون عندي الشرف الكبير انه نغني مع لاله سميره بن سعيد. الفكره ديال شيرين لانه تلاقينا وخرجت الفكره ديك الساعات، ماشي مسألة اختارت شكون وبلاتي نفكر، خرجت هذيك الفكرة ما بغيناش نضيعوا الوقت وكنا غادي نديروها ما بقيناش غادي نديروها. بالعكس أنا الأستاذة سميرة بن سعيد يكون عندي الشرف وتلاقيت بها مؤخرا، ومنين تعرفت عليها حبيتها أكثر. شخصية رائعة جدا وكتشجع الفنانين وشجعتني، وسمعتها الجديد ديالي باش ناخذ الآراء ديالها ونشوف واش هاد الأغنية ديالي واش فعلا واش نزيد نتفائل ليها انها غادي تنجح بحال المعلم. وفعلا عطاتني الاوكي ديالها وفرحت بزاف، والمعلم ما عنده حتى علاقه نهائيا. شكرا. المعلم هو سيدنا الله.